اس او اس. وده البروجكت اللي احنا هنعمله النهارده. هنعمل شفرة موريس بس عن طريق الضوء. النهارده احنا مش هنلعب، النهارده هنبني نظام استخباراتي بيقدر ان هو يقرا شفرة موريس بس من عن طريق الضوء، وكل ده باستخدام لغه سي بلس بلس والمكتبه بتاعتنا الشهيره اوبن سي في. هنخلي الكمبيوتر يشوف الضوء ويقدر ان هو يترجمه ويفهمه، وكمان هيترجم الشفره للكلام ان ريل تايم، يعني في نفس الوقت اول ما يشوف الضوء يترجمه الكلام على طول. فمشروع سباي تك يعني كده من الاخر. جهز قهوتك وتعالى نشوف الكلام الجامد قوي ده اتعمل ازاي. قبل اي حاجه انا لازم اشكركم على 1800 سبسكرايبر. احنا اخر يومين تقريبا زدنا 1000 سبسكرايبر، يعني ده شيء كبير قوي بالنسبه لي. فالبروجكتات اللي جايه هتبقى بجد بروجكتات مجنونه، بجد حاجات بشوفها في افلام وهننفذها على ارض الواقع، حاجات كده فاهم يعني انت مش هتتخيل اصلا ان ممكن نعمل حاجه زي دي. طيب كالعاده قبل ما نخش في الكود لازم الاول نتكلم شويه كلام نظري. عامه ده كشاف احنا مش محتاجينه خلاص فهنسيبه دلوقتي. تعالى بقى نعرف عشان الكمبيوتر يقدر ان هو يقرا النور بتاع الكشاف ده محتاجين نعمل حاجتين. اولا ان هو يقدر ان هو يفرق ما بين الضوء وما بين الضلمه، وثانيا ان هو يحسب الفرق ما بين الومضه السريعه والومضه الطويله، او يعني يحسب الفرق ما بين النقطه وما بين الشرطه. لغه موريس عباره عن ايقاع نقطه وشرطه، هي دي اللغه، وطبعا الحروف بتتكون من اللغه دي. فمثلا عندك حرف الاي هو نقطه شرطه، عندك حرف الاس هو 3 نقط، وهكذا طبعا وهكذا وهكذا. التحدي هنا اننا مش هنستخدم اي نوع من انواع الذكاء الاصطناعي. تقول لي امال يا احمد هتعمل مشروع زي ده ازاي؟ بالدماغ. هنستخدم خوارزميات السي بلس بلس، الكمبيوتر فيجن لوجيك، وده اللي هيخلي النظام سريع جدا وبيشتغل في الريل تايم. طيب كده خلصنا الكلام النظري، فتعال نخش على الكود ونشوف ازاي هنعمل الكلام ده. طيب اول حاجه عندنا يا صديقي طبعا هنعمل انكلود للكتب. خلي بالك الكتب احنا خلاص عملنا انكلود للمكتبه الكامله، احنا بس عايزين نستخدم كتب من جوه المكتبه دي في الكود بتاعنا. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل ماب. الماب دي كل اللي هي هتعمله ان هي هتاخد الكي اللي هو شفره موريس اللي هو سواء نقطه او شرطه، والفاليو بتاع الكي ده هيكون الحرف بتاعنا عادي خالص. فالماب دي رخمه شويه فهكتبها وارجع لكم تاني. طيب دي الماب بتاعتنا، انا سميتها موريس ماب. الماب دي بتاخد سترينج وبتاخد تشار، طبعا السترينج اللي هو سواء الشرطه او النقطه، والتشار بتاعنا هو الحرف الكاركتر عادي خالص. طيب حلو قوي، عملنا الماب بتاعتنا وزي ما قلت لك يعني مثلا حرف زي الاس، فين الاس فين الاس فين الاس اهو 3 نقط. حرف زي الاو هو 3 شرط. حرف زي الاس 3 نقط، فدي اس او اس اللي احنا كتبناها في الاول خالص. حلو قوي. طيب كده عملنا الماب اللي احنا عايزينها. تعالى بقى نفتح الكاميرا. طيب كالعاده يا صديقي عشان نفتح الكاميرا بتاعتنا فاحنا هنكتب عادي خالص فيديو كابتشر، وفيديو كابتشر دي بنستدعي كونستراكتور اسمه كام، والكام دي بنديها الاندكس رقم 1. اندكس رقم 1 زي ما اتفقت معاك هو الكاميرا بتاعتي بس رقمها كام عندي على الجهاز. ممكن تبقى الكاميرا بتاعتك رقم 0، ممكن تبقى الكاميرا بتاعتك اكتر من رقم 1 عادي. جرب لحد لما تلاقي الكاميرا اللي انت عايزها هي اللي اشتغلت. طبعا الاف كونديشن بتاعتنا ان احنا بنقول لو الكاميرا دي ما فتحتش فاعمل ريتيرن لنيجاتيف 1 يعني. طيب وهنعمل 3 فاريبلز. طبعا فريم ده الفريم بتاعنا اصلا اللي احنا هنحطه جوه الحاجه، وهقول لكم جراي وثريش ده هنعمل بيه ايه دلوقتي. طيب محتاجين ان احنا نغمق الكاميرا او الصوره اللي جايه من الكاميرا على قد ما نقدر علشان بس نقدر ان احنا نلقط الضوء اللي هينور جامد ده. فعشان نعمل كده فهنعمل فاريبل، الفاريبل ده انتجر عادي خالص، وهندي له قيمه. القيمه دي لو لقيتها مش شغاله معاك غيرها، زودها او قللها، ده بيبقى حسب الكاميرا هي بتشوف الضوء الجامد ده بنسبه قد ايه. انا الكاميرا اللي عندي اخرها بتشوف الضوء ده اصلا 240، فانا مخليها 230 يعني هي اخر حاجه بتطلع الضوء المنور قوي بيبقى بقيمه 240، فانا علشان كده اعملها 230 اللي هو مش اخر حاجه يعني. طيب انا فكرت في فكره ثانيه. تعالى ان احنا نعمل ويندو. الويندو دي يبقى فيها زي سلايدر كده، سلايدر ده نقدر نتحكم اصلا في الرقم ده. بدل ما الرقم ده يبقى ثابت يعني احنا هنخليه كديفولت يبقى 230، بس بعد كده واحنا مشغلين البرنامج تقدر تتحكم في السلايدر ده، علشان لو لقيت ان الكاميرا مش قاريه اصلا او البرنامج مش قاري النور اللي انت بتنوره يبقى لازم تقلله شويه. طيب تعالى اقول لك انا عملت الموضوع ده ازاي. انا عملت الموضوع ده او عملت الويندو دي هم عن طريق السطرين دول بس. السطرين دول كله اللي هم بياخدوهم ان انا عملت ويندو جديده سميتها كنترول بانل، وبعد كده عملت جواها حاجه اسمها التراك بار. التراك ده عباره عن حاجه فيها سلايدر كده بتقدر ان انت تسحبها يمين وشمال وبس كده. وطبعا الداتا اسم الفاريبل يعني اللي انا عايز ان انا احط الداتا او اخزن الداتا دي فيه. طيب بعد كده في حاجه اسمها لايت ستارت وهقول لك عليها دلوقتي. هو فاريبل ده بس علشان نقدر ان احنا نستخدمه لما اللايت ينور نبقى عارفين ان اللايت ده نور، ونقدر ان احنا نحسب التايم بتاعه. وعملت بوليان تاني، البوليان ده بعرف بيه لو في نور ولا ما فيش نور بس مش اكتر. طبعا هو الطبيعي ان هو ما فيش نور فعاملينه فولس يعني، او عاملين الديفولت بتاعه فولس. بعد كده عملت 2 سترينج
الاثنين سترينج دول بخزن في واحد فيهم الكرنت سيمبل او السيمبل اللي موجود دلوقتي، والتاني بخزن فيه الديكودد مسج. وطبعا عملت فاريبل تاني اسمه اللاست سيمبل تايم، ده زي ما قلت لك ان انا عشان بس احسب الوقت بتاع النور كان منور قد ايه، عشان اقدر ان انا اعرف هل دي شرطه ولا دي نقطه. طيب بعد كده عملت الوايل ترو دي، وتعالى بقى اقول لك جوه الوايل ترو دي فيها ايه. تعالى نمشي على سطر سطر كده ونفهمه. طبعا انا هنا عامل كام، بحط الكام دي جوه الفريم ده عادي خالص زي ما عملنا الفيديو اللي فات. وبرده عملنا اف كونديشن، قلنا ان الفريم ده لو ام بي تي هنعمل بريك، حلو قوي. وعملنا الفليب علشان الكاميرا تبقى او نبقى شايفين نفسنا زي المرايه. ما يعني لو انت شلت الفليب دي يبقى جربها كده، تحس بشعور غريب قوي، تحس ان انت شايف نفسك، بس هو المفروض انت نفسك تبقى معكوس زي المرايه يعني. هنا في السي في تي كلر انا كل اللي انا بعمله ان انا بحول الشاشه بتاعتي كلها تبقى لونها اسود. انا حرفيا بحاول الباك جراوند بتاعتي تبقى لونها اسود او لونها رمادي، بس هو في الحقيقه بيبقى اسود، هو مش رمادي يعني. واللون الاسود ده علشان لما حاجه تنور فيه اقدر ان انا اميزها وابقى عارف ان دي حاجه نورت. هوريكم دلوقتي شكلها بيعمل ازاي يعني. طيب والسطر ده او الثريس هولد ده، فكل اللي احنا بنعمله بس ان انا بس باخد القيمه اللي موجوده في السلايدر، عشان لو انا غيرت القيمه اللي في السلايدر فوق فباخد القيمه منه ادخلها للوايل ده او ادخلها للفاريبل ده يعني. طيب وبعد كده بعمل فيكتور عادي خالص، والفيكتور ده بسميه كونترز، وهقول لكم حالا انا بخزن فيه ايه. بعد كده عملت بوليان، لو البوليان ده كل اللي هو بيقوله لي بس ان انا بعرف هل النور دلوقتي فيه ولا مفيش نور دلوقتي. ده فاريبل تاني مختلف خالص عن البولين اللي فوق اللي هو بتاع اللايت از اون. لايت از اون ده هنستخدمه في جي اي وهقول لكم هنستخدمه في ايه، بس اللايت ديتكت ناو ده انا هستخدمه في اف كونديشن تحت. وبعد كده عملت بوينت، البوينت دي ده فاريبل عادي خالص اسمه لايت بوزيشن، علشان كل اللي انا هعمله ان لما النور يشتغل انا هعمل عليه زي مربع كده، والمربع ده بيقول ان هو اون او في اضاءه شغاله يعني. هوريك برده في الجي اي هيبقى عامل ازاي. طبعا عندنا دبل، ده الاريا، ده بس الماكس اريا بتاعت النور اللي منور ده، طبعا بسويها في الاول بزيرو، والماكس اي دي ده بسويه بنيجاتيف 1. طيب الفيكتور بقى صديقي اللي هو اسمه كونتورز ده، الفيكتور ده انا هخزن فيه الحجم بتاع الاضاءه اللي منوره. ليه؟ عشان انا لو الاضاءه عندي صغيره قوي فانا مش هعتبرها اصلا ان هي اضاءه، او مش هعتبرها ان هي اشاره. لو الاضاءه كبيره هعتبرها ان هي اشاره. طيب هستفاد ايه من حاجه زي دي؟ عشان لو انا جيت شغلت الاضاءه بتاعتي والاضاءه دي انعكست في مكان تاني، المكان التاني ده هينور في الكاميرا هتشوفه، يعني الكمبيوتر هيبقى شايف ان المكان ده منور بس المكان ده صغير والمكان ده انعكاس، فانا مش عايز اقرا ده، انا عايز اقرا بس الحاجه الكبيره. انا هنا طبعا عملت ايه؟ عملت فور لوب عاديه خالص. الفور لوب دي بتلف على الفيكتور بتاعنا وبتشوف الاريا بتاعتنا دي اكبر من الماكس اريا اللي احنا حاطينها ولا لا. طيب بعد كده عندنا اف كونديشن عاديه خالص. الاف كونديشن دي بتقول ان لو الماكس اي دي ده مش بالنيجاتيف 1، يعني مش خلاص هو دخل فيه فاليو، والماكس اريا بتاعتي اكبر من 20، دي الحته اللي لسه قايل لك عليها، عشان هو لو اصغر من 20 مش هيشوفها اصلا، هيبقى فيه انعكاس او هيعتبرها ان هي انعكاس يعني. ففي الحاله دي والله انا يبقى فيه لايت فعلا، فهخلي البوليان بتاع اللايت ديتكت ناو ده هخليه بترو، وبعد كده هبدا ان انا ارسم على الدايره بتاعتي او هرسم على الاضاءه بتاعتي اللي منوره دي زي فريم كده، وهكتب عليه اون، ودي الالوان بتاعت الفريم والبوزيشن بتاعها عادي خالص يعني. ده كله شغل جي اي، ده ملوش علاقه باللوجيك خالص. طبعا هنا في فاريبل اسمه ناو، الفاريبل ده كل اللي هو بيعمله ان هو بيبدا الوقت بتاعنا دلوقتي، فاهم يعني؟ بيبدا الكلوك ان هي تحسب من دلوقتي. طيب والله لو لايت ديتكتد ناو دي بترو، فهنخش على البادي بتاع الاف اللي هو هنلاقي جواها اف ثانيه. طيب لو ما لقيناش الديتكتد ناو دي بترو، فوالله هنخش على الالس. خلي بالك ان الالس دي بتاعت الاف دي مش بتاعت الاف اللي جوه، خلي بالك من حاجه زي دي. طيب الالس دي جواها اف كونديشن ثانيه، فوالله الاف كونديشن دي بتشوف لو البوليان بتاع از لايت ناو ده بترو فهخش جوه الاف دي. طيب ليه بخليه فولس على طول؟ عشان انا خلاص دخلت جوه الاف، انا مش عايز اخش جوه الاف دي تاني، انا خلاص دخلت جواها. طبعا هنا عندي الفاريبل اللي بيحسب الوقت بتاعي او الوقت النور قاعد منور قد ايه، وطبعا بيتحسب عن طريق الملي سكندز. وخلي بالك هو كل الفاريبلز اللي خاصه بالوقت هو ده بس المنطق بتاع فكره حسبه الوقت. وبشوف بقى لو الفاريبل ده اقل من 500 فدي بالنسبه لي هي نقطه. طيب الفاريبل ده لو القيمه اللي فيه اكبر من 500 فدي بالنسبه لي شرط. فعادي خالص اف كونديشن، وعندي هنا 2 فاريبلز، والله بقول لو هو اصغر من 500 فمعنى كده ان ده نقطه، لو اكبر من 500 فمعنى كده ان ده شرط. خلي بالك ان دي ملي سكند، اكبر من 500 ملي سكند يعني اكبر من نص ثانيه. طيب وهنا انا بحسب ايه؟ والله هنا كل اللي انا بعمله بس بحسب اخر حاجه او اخر نور نور كان امتى. طيب ليه بحسب اخر نور نور كان امتى؟ عشان انا عايز لو قعدت اكتر من ثانيه اللي هو او اكتر من 1200 ملي سكندز يعني اللي هو ثانيه وربع تقريبا، فخلاص ده بالنسبه له كده ان ده حرف، فيبدا يشوف الداتا اللي دخلت له دي ايه عشان يبدا ان هو يطبعها لي. فوالله ببدا ان انا اعمل اف كونديشن على الموريس ماب، ببدا ان انا اشوف الداتا اللي دخلت لي دي هل بتساوي كي عندي جوه في الماب دي ولا لا. طيب لو بتساوي كي هيطبعها لي عادي خالص، لو ما بتساويش كي ففي الحاله دي هيطبع لي علامه استفهام عشان هو ما فهمش ايه ده. طيب دول خاصين بايه؟ دول كل اللي هم خاصين بيه ده بالجي اي بس.
ده انا هنا بقول له الانبوت بتاعي، والانبوت بتاعي ده انا بقول له ان انا هطبع فيه الكرنت سيمبل اللي هو الكرنت سيمبل اللي انا باخده يعني من فوق. وطبعا المسج هنا فانا بطبع برده فيها الديكودد مسج، الحاجه اللي انا حولتها بقى. وهنا از لايت ناو دي ده برده شغل كله عباره عن بس جي اي. انا عامل زي بار كده، البار ده لو النور فضل منور فيه حبه فالبار ده بيطلع علشان يقول لك ان دي بقت شرطه، بس مش اكتر. ده كله شغل جي اي يعني، برسم زي بار كده زي مستطيل اللي هوريه لك. طيب فاكر الفاريبل بتاع ثريش؟ والله الفاريبل ده انا هعرض فيه، يعني انا في 2 ويندو هيفتحوا، في واحده هيبقى فيها صورتي انا عادي، وفي واحده هتبقى فيها الصوره اللي الكمبيوتر شايفها اللي هي المفروض كلها هتبقى ضلمه، ولما النور ينور بس هتظهر نقطه بيضاء جوه الشاشه دي. فهنا انا بعرض الشاشتين اللي هي الشاشه بتاعه الفريم الاساسيه بتاعتي، والشاشه اللي انا هعرض فيها الثريش اللي انا هوريها لك دلوقتي. وطبعا الاف كونديشن دي بعمل بيها بريك يعني لو دوست على الزرار الاي اس سي بس مش اكتر، زي ما عملنا برده الفيديو اللي فات. طبعا ريتيرن 0 وشكرا. طيب تعال نعمل ران ونشوف اللوجيك ده شغال ولا لا. حاليا مش هتلاقي في جي اي، يعني حاليا الموضوع هيبقى بسيط قوي، مش هتلاقي جي اي اللي انت شفته في الاول. طيب تعال نمسك الكشاف الجميل بتاعنا وتعال نجرب نكتب مثلا اس او اس. بص بقى اللي حصل، اللايت سنسور فيو دي عايز بس اوريها لك انها هقفلها وشغاله تاني. بس بص انا لو جيت نورت كده ايه اللي هيحصل؟ شفت اللي حصل؟ ده انعكاس. شايف الانعكاس اللي بيجي هنا ده انعكاس جاي خابط اللي انت شايفه. هو مش هيقرا الانعكاس ده، هو هيقرا ده بس. ليه؟ عشان ده اللي اكبر، ده بالنسبه له اصغر. فشايف الكمبيوتر شايف ايه بالنسبه لنا؟ مش شايف اي حاجه غير الضوء بس اللي منور. حلو قوي. طبعا انت لو دخلت على الشاشه دي فالشاشه دي هيكون معلم لك ان ده اون، معلملكش ان ده الكيس عندي هنا فالضوء منعكس فيها يعني، معلملكش ان دي اون، علم لك دي اون. طيب ليه؟ عشان طبعا الاف كونديشن اللي احنا عاملينها بتاعه الاريا. طيب حلو قوي. ده البار اللي انا قلت لك عليه مستطيل، اللي هو لو المستطيل ده كمل للاخر فمعنى كده ان دي بقت شرطه، لو ما كملش الاخر فدي هتفضل ان هي نقطه عادي خالص. فتعالى نقفله ونفتحه تاني ونعمل بقى التست بتاعنا ان احنا نبدا ان احنا نعمل شفره. طيب تعالى نبدا ان احنا نشوف المسج بتاعتنا. فوالله بس انا هعمل دي كده وهطلع ده فوق كده عشان نشوف المسج والانبوت وفي نفس الوقت نشوف الضوء. طيب هطبع دلوقتي مسج ايه؟ هطبع برضو اس او اس عشان هي اللي انا حافظها بس. نقطه 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 شرطه 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 نقطه نقطه نقطه، ده اس او اس. فنقطه نقطه نقطه. لو انت شايف الانبوت بقى 3 نقط وعمل لك في المسج حرف اس، دي نسيبها شويه عشان تبقى شرطه، نسيبها شويه برضو عشان تبقى شرطه، نسيبها شويه عشان تبقى شرطه. فده حرف الاو، وبعد كده نقطه نقطه نقطه، حرف الاس التاني. طبعا تقدر تكتب اي حاجه انت عايزها بيها يعني مفيش مشكله. فده كان بروجكت لذيذ قوي، وكالعاده عامل له جي اي. وتعالوا نيجي للجي اي. انتوا طلبتوا مني شرح الجي اي، بس انا يا جماعه في الجي اي والله انا مش جامد، انا بس انا بخش اعمل سيرش ان دي ازاي تتعمل ودي ازاي تتعمل ودي ازاي تتعمل، وبسال كمان اي اي ان حاجه زي كده ازاي ممكن تتعمل اللي في دماغي يعني، وببدا ان انا احطه. امال انا الجي اي اصلا في سي بلس بلس رخم جدا، ما اشتغلتش جي اي بالسي بلس بلس، بس انا بحاول اعمل حاجه بالجي اي يعني عشان يكون شكلها لذيذ انتوا تقدروا تشوفوها وتستخدموها بس. طيب بعد ما عملنا الجي اي بتاعنا تعالى نعمل رن ونتاكد ان السيستم شغال وكل حاجه تمام. كالعاده هتلاقوا الكود موجود في الديسكربشن او لينك ريبو في الديسكربشن، عايزكم تخشوا تجربوه بنفسكم، عايزكم تعدلوا عليه وتبعتوا لي النتائج بتاعتكم دي على الانستجرام يعني، هنزلها على فكره واتفرج عليها كلها. طيب ده البروجكت بتاعنا زي ما انتم شفتوه في الاول. السيجنال فريكوينسي دي جامده قوي، ان هو لما بيشوف ضوء فزي نبضه القلب كده بتطلع وبعد كده بتنزل تاني، بتطلع وبتنزل تاني، فحركه لذيذه يعني. وطبعا الانكومنج دي الحاجه اللي جايه، والترانسليتد الحاجه اللي ترجمت، وهنا بيقول لك ويتنج او الحاله بتاعته حاليا ايه، وده بتاع ملهاش 60 اي لازمه، هي بس مجرد شكل يعني اكنه بيعمل سكان كده على الكاميرا. وفوق عندنا سلايدر عشان لو انت عايز تتحكم 230 اللي احنا اتفقنا ان هي تكون موجوده في الاول، بس لو انت ما لقيتش ان الموضوع شغال معاك قللها شويه، لو لقيت ان الموضوع شغال معاك اوفر زودها شويه. هي كده كده اخرها 255 يعني بس مش اكتر. طيب تعال نجرب ونتست ونقول بسم الله. نقطه نقطه ارى شرط عشان انا طولت شويه. طيب محتاج ان انا اكون اسرع شويه، فنعمل اكننا مش شايفين الدبليو دي ونكمل. نقطه نقطه نقطه. حلو. ده حرف الاس، ودي شرطه شرطه شرطه، حرف الاو، ونقطه نقطه نقطه. وبكده نبقى عملنا برنامج بيحل شفرة مورس بس عن طريق الضوء مش عن طريق الصوت. طيب البروجكت اللي جاي بجد بجد، هو انا مش عارف انا فكرت فيه ازاي، بس انا شفت المشهد ده قبل كده في فيلم، وعامه هو كان بيقدر ان هو بيحط زي كاميرا كده. لو انتوا عارفين المشهد ده اكتبوا لي في الكومنتس عشان اقول لكم البروجكت هيبقى جامد ازاي. بيحط زي كاميرا، الكاميرا دي بتظهر زي قدام حارس، وهم بيعدوا من ورا الكاميرا دي والحارس ما بيبقاش شايفهم، عشان هي الكاميرا دي بتعرض حاجه زي مثلا الحاجه اللي وراها.
احنا هنعمل الكلام ده. احنا بجد هنختفي في البروجكت اللي جاي، هنختفي ريل تايم. فانا متحمس جدا للبروجكت اللي جاي ده، واتمنى ان انتوا تبقوا متحمسين زيي. شكرا جدا على عدد اللايكات والكومنتات، مش عايز اقول لكم انتوا بسطتوني قد ايه. واشوفكم الفيديو اللي جاي اللي هيبقى قوي قوي واللي هيبقى قريب قوي. سلام.